أي حادثة، أي طلقة ثور، أي تفجير، أي تصريح من قبل المعارضة العراقية في ذاك الوقت، أي تصريح يدزون علينا. فمن ضمنها دقيت الباب، دز علي، دقيت الباب قال لي تفضل استريح. أنا ظليت واقف. تفضل استريح، ظليت واقف. بعدين قال لي ما أقول لك استريح ابن استريح. فأنا قعدت لا أرادي جريت حصرة. عاد هو ذب قلم ابو علي، قال لي ليش انت تجر حصره؟ ايش بيك؟ قلت له مو اني كل مره يقولوا لي استريح اقعد، يزمق علي ويتجاوز علي، انت مو بشر، انت مو المفروض تقعد، انت حرام تشتم هو العراق، انت كذا الى اخره. فنقوم احنا نقوم. فهذا صدق زاد. فقال لي ليش تجر حصره؟ قلت له شو؟ قال لي لا بالعكس احنا ما عندنا شيء. قلت له شلون ما عندك شيء يعني؟ قلت له عندك شيء سالني. قلت له تعرف انا تركته وراي شنو؟ قال لي شنو؟ قلت له تركته وراي اني وانا احكي نيابه عن بقيه الناس ومظلومين اللي يمر بهذا الظرف. قلت له انه الوالده توجهت العفو فوق السطح، فتحت قرانها او دعاها او بصلاتها شلون، وتدعي شو وقت يرجع ابني، والزوجه شلون احتضنت اطفالها في زاويه، وشلون يبكون وما يعرفون السبب الى ان ارجع في هذه اللحظه فقط يا استاذنا. فجرائم صدام وممارسات القمعيه العفو ما ممكن تختزل بهذه الكلمات وبهذا اللقاء والى اخره.